اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا بتاع النهارده ونشوف الصينيه الجميله ديت معموله ازاي. ولو اول مره تتابعيني في القناه ما تبخليش عليا بالاشتراك فيها عشان نكبر بيكم، ولو اول مره تشوف الفيديو وعجبك ما تبخليش عليا كمان باللايك فضلا وليس امرا. تعالوا بقى نشوف بعد ما عملنا محلول النقع وغسلنا السمكه كويس، وهنشوف محلولنا بتاع النقع عبارة عن ايه، وهنعمل الصينية الجميلة ديت بطريقة ازاي. معايا كده السمكة بعد ما غسلتها وشطفتها كويس، يعني حتة بحتة كده تحت المية وتشطفها كويس. مع الوقت هننقعها في محلول النقع عبارة عن ليمونة، معلقة ملح، معلقتين خل صغيرين او معلقة كبيرة، وعليهم مية الرز. طبعا احنا في الفيديو اللي قبل دوت عارفين ان المية اللي كانت جنب ديت مية الرز، عبارة عن نشويات نازلة من الرز زي الدقيق كده، فاستخسرت ان انا ارميها بما اني هطبخ النهارده وهنقع على طول سمك، قلت اغسلها بقى، يعني حتى لو ما عندكيش دقيق او حاجة في البيت. تمام. عصير الليمونة كده، على فكرة طريقة الليمونة بالسكينة كده بتنزل لك جميع العصارة اللي فيها. نزلت عليها بالمية وهسيبها تقريبا 10 دقايق كده في المحلول دوت. انا كنت قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده ان المفروض كنت امسك الملح بالليمونة بالخل وادعك السمك بتاعي وانزل بيه بالمية، بس عامة عادي، دي وديت عادية كلها راجعة يعني لنفس النقعة. محدش يضحك عليا يا جماعة في طريقة الكلام، محدش يقول عليا مثلا مش برستيج لا وهاي والكلام دوت. انا بحب اتكلم على طبيعتي زي اي، كنت بقول لكم كده نقعت السمكة وما تبخليش عليا باللايك. وتعالوا ندخل على البوتاجاز ونشوف هنعمل طريقتها ازاي. ولعنا كده النار وحطينا عليها صينيه، ربنا يكفينا شر النار عن النار الولعه اللي احنا فيها ديت. والله يا جماعه الجو نار جدا. على فكره انا بعمل لكم الفيديو دوت كنت بطبخ والكهرباء قطع، يعني حتى هتلاقوا الاضاءه ظلمه الصينيه كمان، لان انا نويت ان انا اطبخ واقوم كده من كسلي واعمل الغدا، قامت الكهرباء قطع، فبرضو ما فيش اي حاجه هتعطلنا. فاتحه الشباك اللي فوق البوتاجاز وطبعا كبير منور المطبخ، والحمد لله عدت على الف خير. قدر الله ما شاء فعل في قطع الكهرباء. جبنا الصينيه وحطيناها على النار وحطينا فيها الماده الدهنيه بتاعتنا، وبعد ما سخنت نزلنا عليها بالبصله بتاعتنا، اتدبلت كده واخده اهي، يعني هتدخل على لون الجلد كده، انما ما خلناهاش لا جلد ولا بني. تمام. ونزلنا عليها بالبطاطسيه بتاعتنا. طبعا زي ما تحبي، عاوزه تعملي الصحافه بتاعت المبروكه ديت ببطاطس اعملها، مش عايزه تعملها وتعملها بصلصه بس من غير حبايه البطاطس انتوا راحتك، بس انا قلت اعملها بالبطاطس. عايزه اقولك ان كانوا اطعم حبه بطاطس، اطعم من السمكه نفسها. نزلت عليها بنص فلفل شطه كده، نص قرن فلفل شطه ونص قرن فلفل كوبي اخضر. ولو عارفه ان الشطه ديت ما هياش سبايسي هنزل به كله. تمام. انا بدي طعم. طبعا عارفين ان السمك عباره عن توم وليمون وكمون. انا حطيت كده معلقه التوم، البصلايه بالبطاطسايه يتلوحوا بهم، وديت كانت طماطم عصراها في الخلاط ومصفياها عطيالها غلوة على النار وسايباها في التلاجة، يعني لا سبكتها ببصل ولا بطعم ولا ببهارات ولا اي حاجة، زيك زي اللي ضربها في الخلاط على طول ونازله بها بالتصفية كده على البطاطس دي. هاخد كده كرنيبين 3 على حسب ما بتحب التسبيكة بتاعتك او الصلصة بتاعتك تقيلة او خفيفة. اني كده خدت بين البنين يعني الوسط. يعني عايزه اقول لكم ان الطريقه جميله جدا
وخدت مفيش يعني حاجة على الغطا اهيت سكر، يعني ايه تضيع طعم الحموضة وما تعملناش لهلبة في الحر دول. لان انا كنت عايزة اكل المبروكة مش هاجلها للشتاء، احنا عارفين ان احنا بنعمل اكتر اكلنا صحافة وتسبيكة في الشتاء عشان التدفية والدسامة والكلام ده، انما لا طبعا تطبخي اي حاجة حتى لو في الصيف وتعرفي تضيعي الحموضة بتاعتها ازاي. كنت سايبة حبة البصل دولت من الاول عشان ادعكهم بايدي كده، انزل العصارة بتاعتهم بحبة فلفل اسمر، وهنزل بهم على البطاطس بالطماطم بتاعتي، هتديكي طعم وريحه جميله جدا. دي السمكه بتاعتي بعد ما اتغسلت كويس وشطفتها من محلول النقع وحطيتها في المصفى. تنزل بقى حتى لو حد ملاحظ الميه بتاعتها تحت المصفى نضيفه جدا. كنت حاطه السمك يتقلى على النار، وطبعا البطاطس بتاعتي بالتسبيكه كده تمام. كنت بقولك ان انا نزلت بالبصلايه اللي انا دعكاها بنقطه فلفل اسمر، وكده هحط كزبره وكمون، مفيش اكتر من كده للسمك، ولا تزودي بهارات ولا تعملي اي حاجه، لان احنا في الحر ومش عايزين لهلبه على قلوب. احنا عايزين حاجه كده تكون كويسه ناكلها ونبقى مبسوطين ان ما يجيلناش حموض. همسك الدقيق بتاعي، ما طبعا عشان انا مش هعمله سمك مقلي كريسبي عملت دقيق بس من غير ما يكون عليه خلطة بهارات ونشا وملح، هو دقيق بس طالما هتعملي صحاب. ولتت بقى قطعة السمك في الدقيق، وبعد كده ركنتها على جنب عما الزيت اتقدم كده. هطلع من الزيت على طول احطه في الصحافة بتاعتي او في الصينية بتاعتي. خلاص يا عمو، ليمون يا جماعة، والليمون طلع للتمليح وكل حاجة موجودة. خير ربنا كتير وربنا يفتحها علينا كلنا. دي الصينية بتاعتي بعد ما حمرت السمك ونزلت في الصينية على طول، وظبطت كده ميتي وادت لها غلوة اهيت في الفرن واديلها وش جميل جدا. وتعالوا بقى نشوف الاكل بتاعنا بعد ما طلع من الفرن شكله عامل ازاي. عايزة اقولك ان زبدة سمكة المبروكة ديت زبدة، والطريقة ديت مش هتخلي اي لهلبة ولا اي حموضة جاية. تعالوا بقى، كنت انا طلعتها وطبعا كانت سقعت، كنا قعدنا يجي نص ساعة ولا حاجة وما اتغدناش على طول. كنت طبخت الرز وظبطت، اول ما ابو العيال جه بقى او ابو البنات وجينا نجتمع على الغدا كلنا سوا. الاكل يا جماعه ما بيحلاش الا باللمه، عشان يكون في معلومكم يعني. قلت اهدى عليها النار تسخن براحتها، وادي سخنت وكده كان الشكل النهائي بتاعنا للفيديو. وكان غدانا النهارده معاكم، وده الرز بتاعي كنت طبخه، وطبعا ما قلبتوش وفرفرته. اشوفكم في